النادي الاهلي بيفوز على سيراميكا وبيروح لنهائي دوري ابطال افريقيا بمعنويات عاليه، وبيقدم جرس انذار كده للوداد وبيقول له خلي بالك انا جاي لك والبطوله بتاعتي، انا جاي لك ومش هفرط في البطوله، انا جاي لك وبطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله في النادي الاهلي وال11 اهلاويه باذن الله، ونحتفل بالاميره السمراء ولقب جديد من البطولات الافريقيه يضاف للنادي الاهلي والمصري بشكل عام. النادي الاهلي النهارده بيقدم درس ازاي يكون عندك نهائي بطوله مهمه، بطولة دولية أو البطولة الإفريقية بتاعتك أو البطولة القارية بتاعتك، وتكون واقف على رجلك في كامل الثقة، مش خايف مش متوتر. طبيعي المباراة اللي بتكون قبل أي مباراة نهائية وخصوصا لبطولة قارية فأنت بتكون خايف ومتوتر ومش واقف على رجلك. اللعيبة النهاردة مش كده أبدا، اللعيبة النهاردة بتدي لك كده إيحاء إن إحنا جاهزين، إن إحنا واثقين في نفسنا، إن إحنا واقفين على رجلنا، ما تخافش إحنا جاهزين لنهائي دوري أبطال إفريقيا. لعيبة النادي الأهلي النهاردة من اللي انا شفته على المباراة على اتم الاستعداد لنهائي دوري ابطال افريقيا، واننا معانا مدرب يعني تغنى بيه بقى، قول بقى اللي انت عايزه عن كولر واللي عمله في مباراة النهاردة. مباراة انت اقل جهد فيها، اقل لعب كرة قدم، اقل كل حاجة فيها، بس اعلى فنيا فيها. بص على اللعيبة مش هتلاقي لاعب عرقان. كنا بنشوف اللعيبة التيشيرتات بتاعتها غرقانة عرق ولازقة كده على اجسامهم من كتر العرق. النهاردة مفيش لاعب عرقان، النهاردة مفيش مجهودة عمل، الكورة هي اللي بتتحرك، اللعيبة بتحرك الكورة، اللعيبة بتحاول تطلع من المباراة. مفيش اي لاعب مصاب، مفيش اي لاعب حتى عنده اجهاد، وفي نفس الوقت بيقدروا ان هم يطلعوا بالمباراه بالثلاث نقط، وكمان مضيعين فرص كتيره جدا، فرص كتيره في النهائي مش هتجيلك غير فرصه واحده ممكن تخليك بطل، ممكن تخليك لا شيء. لا شيء ازاي يا عم؟ ده انا وصيف وواخد وعامل ومش عارف ايه، وهتفرق معايا في نقط الجائزه بتاعه القرض ومش عارف حاجات كتيره جدا وبالتصنيف ومش عارف. هقول لك بالنسبه للنادي الاهلي اما البطوله او لا شيء، فاذا فرصه واحده هتجيلك تستغلها تبقى كل حاجه او تخسر كل حاجه. ده من وجهة نظر جمهور النادي الاهلي. كنت قبل المباراة بقول يا رب النادي الاهلي يعمل كل الاخطاء اللي في الكوره النهارده. ليه؟ لان انا لما اعمل الاخطاء النهارده اذا انا هراعيها في التدريبات وهبدا اشتغل عليها في التدريبات، زي ضياع الفرص هيبدا يشتغل على ده في التدريبات، زي التمريرات القصيره النهارده هيبدا يشتغل على ده في التدريبات، زي مثلا اندفاعك الكامل للهجوم في كوره او كورتين في المباراه وبترجع عليك بهجمات خطيره هيبدا يشتغل على ده في التدريبات، زي مثلا ان انا كانت كل الكور بتاعتي من على الاجنحه هيبدا يشتغل شويه ويراعي ان انا ابدا اعمل كور من العمق، زي مثلا ان ما كانش فيه تسديدات كتير النهارده هيبدا يشتغل على التسديدات. هنبدا نشتغل على حاجات كتيره جدا اكيد كولر خد باله منها في مباراه النهارده. كولر اللي حرر اللعيبه، خلى اللعيبه تطلع العادي بتاع الشناوي، قالها لما بتصدقوا نفسكم بتبقوا لعيبه جامده، ده اللي عمله كولر، خلى اللعيبه تطلع العادي بتاعها. كولر لسه ما طورش اي حاجه في اللعيبه، هو بس خلى اللعيبه تعمل العادي. فتخيل لما كولر يشتغل معهم نمسك الخشب ونقول ما شاء الله على اللي بيعمله كولر مع الفريق. النادي الاهلي بيتوهج وجمهور النادي الاهلي صوته النهارده في المباراه يليق بنادي كبير، بنادي عظيم، بنادي باذن واحد احد هو المتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا الموسم ده وال11 في تاريخه. النهارده المباراه كل اللعيبه طمنتنا عليها، شوبير طمنا ان لو الشناوي مش جاهز فهو موجود وجاهز، حارس عنده سرعه رد الفعل عاليه جدا ما شاء الله. شفنا ده في كورتين جم على النادي الاهلي وحافظ على الكلين شيت من خلالهم، بيلعب برجله كويس جدا ما شاء الله. يمكن الشناوي مش بيعرف يلعب برجله زي ما شوبير بيلعب برجله، بيودي الكوره لاي لاعب هو عايز يوديها له بالمقاس وبالمسطره وبيوزع لعب، ولا اجدعها صانع لعب ولا اجدعها لاعب كوره بيلعب برجله. خط الدفاع طمنا عليه، هاني طمنا عليه، متولي، عبد المنعم اتمنى ثقته الزايده في نفسه ما تكونش توصل لمستوى الغرور وتلبسنا اسود كده بالمصري. علي معلول طبعا حدث ولا حرج. خط وسط النادي الاهلي هو اهم ما يميز النادي الاهلي ونقاط قوه النادي الاهلي، السوليه وديانج ومروان عطيه وغياب حمدي فتحي مش عارفين هو كويس ولا مصاب، ولكن الثلاثي برهن النهارده ان حتى وان حمدي غايب فهم موجودين وهم اكتر ما يميز النادي الاهلي. وباذن واحد احد اللي هيحسم المباراه واللي هيكون كلمه السر هو خط وسط النادي الاهلي وقوته ومساهمته الدفاعيه والهجوميه، مساهمه مروان محسن في توزيع الكوره يمين وشمال،
ومساهمه عمرو السوليه بالكور الطويله الجميله اللي بيعملها، ديانج بانطلاقاته وبالدريبلينج اللي بيعمله المثالي جدا، بيرسي تاو وباستلامه في المساحه وبالحاجات كده اللي بيفاجئنا بيها، حسين الشحات تاجر المفروشات اللي بيستعيد كده ستايل الوداد وستايل نهائي دوري ابطال افريقيا، وبيسجل هدف النهارده على طريقته قدام الوداد وعلى طريقته في المباريات الافريقيه. باذن الله هيكون كلمه السر وهيسجل في النهائي هو وبيرسي تاو. كهربا كان عليه ضغوط كبيره ومحمل نفسه ضغوطات كبيره النهارده مش عارف ليه، ولكن باذن الله في النهائي يتخلص منها، والمدرب يشتغل معاه على كده. عبد القادر مش عايز اشوفه حتى اساسي احتياطي، انا مش عايز يكون مع الفريق يوم النهائي ده خالص، مش عايز اشوفه. محمد شريف نزل وحاول ولكن برده مش هو لاعب النهائي. كل التوفيق للفريق في النهائي. نركن صفحة الدوري دلوقتي، قفلناها بأفضل شكل، افضل بروفا لنهائي دوري ابطال افريقيا، نروح بمعنويات مرتفعه واحنا فايزين. مبروك للنادي الاهلي، وباذن الله بطوله افريقيا جوه النادي الاهلي، ال11 جوه النادي الاهلي. وكولر النهارده طمني واللعيبه طمنتني، وانا هكون قاعد لحد النهائي مطمن، وباذن الله نسجل هنا عدد اهداف كويس. لان خليني اقول لك النهارده ال11 لاعب بتوع سيراميكا كانوا بيلعبوا دفاع، 11 مدافع في مباراه النهارده، المهاجم بتاعهم كان في ثلث ملعبه. الوداد مش هيكون كده، الوداد حتى وان دفعوا هتلاقي مساحات كتيره جدا، هتلاقي مساحات لحسين الشحات، هتلاقي مساحات لبيرسي تاو، هتلاقي مساحات وفرص للتسديد. الوان تو اللي بتتعمل من على اليمين ومن على الشمال ما بين هاني وبيرسي وما بين معلول والشحات، هتلاقي المساحه انك تعملها بمنتهى السهوله وتسجل منها كمان. فكل التوفيق للنادي الاهلي. حلقتنا لحد كده خلصت، سلام.